اقرأ نظمت بلدية سيدي موسى حفلا تكريميا على شرف مجموعة من التلاميذ المتفوقين في الأطوار 3: الابتدائي المتوسط والنهائي. الحفل احتضنته قاعة الشباب ذات البلدية بحضور العديد من الشخصيات والسلطات الأمنية والمحلية، على رأسها الوالي المنتدب لدائرة براقي وعدد كبير من المدعوين ومسؤولي وإطارات المؤسسات، إضافة إلى عائلات الناجحين في سهرة رمضانية خللتها أناشيد دينية. رئيس بلدية سيدي موسى بوثلج علال كشف أن عدد الطلبة الذين تم تكريمهم يفوق 90 طالب، مؤكدا بأن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها وليست الأخيرة. في الحقيقة هذا احتفال يرتئينا أن يكون تكريما وتشريفا لكل التلاميذ والطلبة الناجحين في الأطوار 3 في إقليم بلدية سيدي موسى، اعترافا لهم وتقديرا لكل المجهودات التي بذلوها طيلة السنة الدراسية، وتشجيعا لهم على النتائج الباهرة التي تحصلوا عليها. والحمد لله اليوم يعني في بلدية سيدي موسى في الأطوار 3 البلدية فيها تلاميذ من الأوائل في مقاطعة الجزائر شرق، وهذا الشيء شرفنا ويعطينا دفع، ويجعل هذا من الواجب أن نشجعوا التلاميذ نتاعنا هذو ونعطيهم هذه التشجيعات، وكذا نشجعوا الأولياء نتاعهم أنهم يعملوا أكثر ويشجعوهم أكثر. هذا الشيء اللي راح يعطي ثاني دفع للعلم والتعليم في البلدية تاع سيدي موسى. هذا وقد تحصل المتفوقون على جوائز قيمة متمثلة في جهاز كمبيوتر محمول ووسام واستحقاق، إضافة إلى شيكات بقيمة 200,000 دينار.